سيدنا النبي بيقول أشد الناس عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ففي كرام وصالحين وأولياء اتغدر بيهم واتأذوا، وفي أنبياء اتقتلت. قال سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا جزء من ملك الله يفعل ما يريد لحكمته سبحانه وتعالى. فالتقبل ده برضه بيرفع عن كتاف حضرتك وصف نفسك إنك أنت ما تستحقيش اللي حصل ده. نعم إن شاء الله ما تستحقيش، لكن هناك حكم وأسباب تانية في تعليم وترقية ونمو الإنسان بسببها بيحصل معاه أذية حد مقرب. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير 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 من اخر فيديو، بس الحمد لله يعني كل اللي يجيبه ربنا كويس. واسفه على المقطع اللي انتوا شايفينه ده. ناس كتير كتير لما نزلت بوست على المنتدى سالوني ايه اللي حصل. انا والله الفتره اللي فاتت دي اللهم لك الحمد والشكر يا رب على كل اللي تجيبه، انا راضيه الحمد لله والله. بس كانت دروبات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مش لاحقه، فعلا مش لاحقه. يعني انا لما داخله المطبخ زي ما بدخل كل يوم عادي جدا، فجاه لقيت حاجات بتفرقع وحاجات بتطير عليا وانا مش فاهمه في ايه، يعني انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. اتفاجئت بقى ان ده الازاز بتاع الفرن، مع ان البوتاجاز ولا الفرن كان شغال ولا البوتاجاز من فوق كان شغال ولا اي حاجه خالص. انا كنت داخله وهو يعني قدر، يعني البوتاجاز كان مستنيني، كان عايزني انا يعني. المهم الحمد لله. اصابات كتير قوي بقى في ايدي وفي رجلي وكده. انا قعدت يومين الم في ازاز بجد والله العظيم، حرفيا الازاز بقى يطير، وصل للطرقه. لو انتوا عارفين المطبخ عندي مفتوح على الطرقه، فالازاز طار على الطرقه، وبقيت الم ازاز من فوق الديب فريزر وفوق التلاجة وفوق المطبخ نفسه والرخامات. الحمد لله ان هي جت على قد كده. خلصت من حوار البوتاجاز، وطبعا رجلي لحد الان لسه اثار الازاز فيها لان هي الجروح كانت كبيره شويه. خلصنا من حوار اللي هو الازاز والبوتاجاز. والازاز جبنا الشركه واتصلنا بيهم وتفضلوا مشكورين، ركبوا لي غيره والدنيا تمام. بعدها بقى دخلت في العمليه بتاعه اياد. بالنسبه للعمليه بتاعه ابني، شكرا من كل قلبي على كل واحده دعت لابني ان هو يقوم بالسلامه. انا والله ما كنتش اعرف ان انتوا بتحبوني قوي كده. انا كل اللي عملته كتبت بوست على المنتدى، قلت يا بنات ادعوا ابني داخل عمليات بعد شويه. كميه دعاوي جاتله، شكرا من كل قلبي. ربنا ما يوجعش قلبكم على عزيز ولا غالي ابدا ابدا ابدا. شكرا من كل قلبي، وشكر خاص لحنان. حنان بنوته جميله من المغرب. تقريبا هي معايا من اول ما فتحت القناه، وهي زميلة في نفس المجال، بس على المستوى الشخصي هي أخت وصديقة عزيزة على قلبي، ومن الناس اللي أنا بكن ليها كل الاحترام والتقدير. تقريبا أنا لو قلت لكم كل دقيقة كانت بتبعت لي كومنت تسأل عليا وعلى إياد هتقولوا إن أنا ببالغ، بس ده حرفيا اللي حصل. حنان ما قصرتش معايا أبدا في السؤال، كانت بتسأل عليا، كانت كل شوية تبعت كومنت وتقول لي اياد خرج من العمليات ولا لسه، روحته ولا لسه، طب انت عامله ايه، وانت قدها، انت قويه، اجمدي عشان تقفي لابنك. بجد كانت داعم وبتشجعني وبتحفزني بشكل غير طبيعي بجد والله. انا مش ببالغ. لدرجه ان انا في مره كتبت لها كومنت قلت لها والله اياد تعبني، رافض ياخد الادويه ورافض ياكل. قعدت تكتب لاياد كلام في منتهى الجمال، وانا قريته لاياد طبعا. بتقول له انت بطل انك عملت عمليه كبيره زي دي، فلازم تكون شاطر وخلي ماما تعمل لك الرز والملوخيه. انا اتفاجئت ان هي يعني ما شاء الله عليها، الله اكبر، ربنا يحفظها ويحميها ويخلي لها بنتها يا رب، مركزة في أدق التفاصيل بتاعة الفيديوهات بتاعتي. إن أنا قلت قبل كده إن إياد بيعشق حاجة اسمها ملوخية، فهي يعني بصراحة وقفت معايا وقفت جدعانة جدا جدا جدا، رغم إن لا هي شافتني ولا أنا شفتها، بس سبحان مؤلف القلوب فعلا. شكرا شكرا من كل قلبي.
على كل كلمة حلوة وكل دعم يا حنان انت قدمتهولي. شكرا يا بنات ليكوا كلكوا، لكل بنوتة كتبت لي. شكرا طبعا لنسرين وسارة، وشكرا لكل واحدة كتبت ألف سلامة عليكي وعلى ابنك. انا عايزه اقول لكم ان حاجات كتير حصلت لي بعدها يعني، وفتره اثناء العمليه وكده، بس اللهم لك الحمد والشكر. ربنا ما بيديناش حاجه وحشه، ولا بيدينا حاجه نكون احنا مش قدها او مش حمل الحاجه دي ان احنا نعملها او ان احنا نتحملها. ربنا بيدينا القدره على قد المشكله اللي حاصله، او على قد الوضع اللي انت بتتعايشي فيه. خلاصه الكلام يا بنات، احمدوا ربنا على اي شيء ربنا يديهولكوا، حتى لو انتوا شايفين ان ايه ده، انا هستحمل ازاي الحاجه دي وانا مش قدها. صدقيني لما الحاجه بتخلص هتحسي ان انا، لا انا الحمد لله صبرت ووقفت وارتضيت وربنا اكرمني. ارجعي بقى بالزمن لورا كده، هتلاقي اكيد كلنا حصل لنا دروبات وحصل لنا مشاكل وحصل لنا تعثرات كتير في الحياه. ارجعي ورا كده شويه، هتقولي ايه ده، معقوله انا مريت بكل المواقف دي والحمد لله ثابته وواقفه على رجلي ومش محتاجه لحد وقويه. ده حصل فعلا، وده بيحصل معانا كلنا وقت المشكله. انا مش قادره، وانا هتحمل ازاي، وانا هكمل ازاي؟ بس لما المشكله بتخلص بتعرفي قد ايه ان ربنا حنين ورؤوف بينا، وبيديك الصبر على قد المصيبة او على قد المشكلة او على قد الفقدان، ايا كانت الحاجة اللي عندك. اصبروا وقولوا الحمد لله على اي حاجة ربنا يديها لكم. انا قلت لكم ان مرت في الفترة اللي فاتت دي احداث كتير جدا وكلها مش لطيفة. حتى كمان والله انا جوزي كتفه اتخلع، ولحد دلوقتي بنعالج الحوار ده يعني. كنت شبه مش بروح حتة غير مستشفيات ومعامل وعلاج طبيعي وأدوية وبتادين وقطن وشاش وحاجات كتير في البيت. بس الحمد لله راضية وصبرة ومحتسبة كل ده عند ربنا، وإن شاء الله ربنا هيأجرنا على صبرنا. طولت عليكم، بس فعلا حبيت اطمنكم، لان في ناس كتير قوي كتبت لي انتي اختفيتي وليه الفتره اللي فاتت ما كنتيش بتنزلي فيديوهات. فده ملخص اجمالي اللي حصل معايا الفتره اللي فاتت. اتمنى منكم دعوه حلوه، وشكرا ليكم يا بنات من كل قلبي. ندخل بقى على الفيديو بتاعنا، وعايزين نرجع بقى شويه شويه لنشاطنا. انا الفتره اللي فاتت ما كانش هينفع اني اصور، لاني بيتي واولادي كانوا فعلا محتاجيني، فانا ما كانش ينفع هوفق بين الاتنين. اوعدكم ان الفتره اللي جايه هحاول على قد ما اقدر ان انا كل ما تسمح لي الفرصه ان انا اصور معاكم حاجه وانزلها اكيد مش هتاخر. نبدأ بقى في الفيديو بتاعنا. كنت جايبة شوية مشتريات نظمتها مكانها، وبعد كده جيت هنا على شباك المطبخ علشان انضفه. بصراحة كان بقاله فترة كبيرة مش متنضف، مليان بقى اتربة. جبت هنا ماجيك. الماجيك ده بديل السترس يا بنات، وهو سعره 35 جنيه. السترس سعره عدى دلوقتي 55 جنيه، وبقى سعره اوفر قوي. فانا لقيت الماجيك ده نفس السترس بالظبط، ونفس مكوناته ونفس الفاعلية، بس بسعر ارخص. اسمه ماجيك، ومتوفر في محلات المنظفات ان شاء الله هتلاقوه. رشيت كده الاول، نظفت الاتربه الاول بالفرشه، ورشيت كده على الازاز والالوميتال نفسه من الماجيك. وبعد كده جبت بقى بوله فيها ميه سخنه، بس مش لدرجه الغليان، يعني ميه سخنه ايدي تتحملها. وبعد كده حطيت فيها البريل بتاع المواعين وكلور الوان، ونزلت بقى دعك في الشباك. طبعا الشباك ما اتغسلش بقاله فتره، والايام اللي فاتت كانت فيه اللي هي العاصفه الترابيه، فكان حرفيا متدمر بشكل غير عادي. فهننضفه مع بعض ونخليه زي الفل. نرجع بقى نعمل روتينات ونشوف بيتنا ناقصه ايه، وايه الحاجات اللي احنا ما كناش قادرين نعملها، وهنعملها مع بعض وهنتشجع مع بعض. بس يعني ايه، نستعين كده بالله، وربنا يعيننا جميعا ويقوينا على كل حاجة بنعملها في بيتنا. وان شاء الله ان شاء الله هحاول انتظم معاكم في الفيديوهات، بس ما تنسوش دعوة حلوة من قلبكم.
المهم هنا كده كنت خلصت خلاص، وببدأ بقى اشيل بقى كل الرغاوي دي علشان نشوف الشباك بقى كده وهو نضيف، ورشيت عليه معطر عشان الهواء اللي يجيلي كده من الشباك احس ان في ريحة حلوة داخلة من الشباك. وطبعا غسلت الحوائط اللي حوالين الشباك لان ده كده مطرح البوتاجاز. البوتاجاز تحت الشباك على طول، فقلت انضف والمع كده الحوائط والشباك والدنيا دي كلها علشان لما ارجع البوتاجاز يرجع على نظافة. طبعا انا عملت الروتين ده بعد ما لميت الازاز وخلصنا كل الحاجات دي. الروتين ده متصور بقاله كتير جدا، بس فعلا الفرصة ما سمحتش ان انا انزله خالص. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. هنا كده كنت خلاص خلصت الشباك وبقى زي الفل، وبجد كان رهيب، نضف وبقى بيلمع جدا. هنا كده بوريكم الحوائط ان انا نضفتها ونشفت كده الارض. طبعا انا كنت فاتحه البلاعه دي عشان اي ميه تنزل فيها على طول، بعد كده قفلتها. انا دايما قافلاها مش بسيبها مفتوحه. وهنا كده بوريكم غسلت الخرطوم بتاع الغاز وكل حاجه نطفت، ورشيت كمان اللي هو الرش بتاع النمل، ورجعت بقى البوتاجاز مكانه. وجيت بقى هنا كده التلاجة برضو، يعني بصراحة انا كنت مهملة في حاجات كتير قوي، واللي هو لا يلا انا يا دوب اشغل الغسالة واغسل مواعين وكفاية على كده. اللي هو ايه، نمشي المكنسة على السريع، مش عارف ايه، عشان بس اللي تعبان واللي عاوز يغير على جرح واللي عايز ياخد حقن اللي عايز يعمل جلسات اللي عايز مش عارف ايه. فكان في حاجات كتير ما كانش هينفع ان انا اعملها. فالحمد لله الحمد لله، اللهم اجرنا يا رب ويخلف علينا ان شاء الله في اي حاجة حصلت. المهم ابتديت كده ادي تلميعة. انا بغسل التلاجة والمايكرويف والديب فريزر بكلين. كلين حلو جدا، ده من شركة ماي واي. تحفة تحفة يا بنات، وريحته حلوة وبينضف وبيعقم وبيخلي لك ريحة الحاجة جميلة جدا. بلاش فكرة ان انتوا تغسلوا الغسالة او التلاجة، قصدي سوري معلش، التلاجة والديب فريزر بالسلك بقى. والسلك يا بنات بيفرفت وبيسيب اثر، مش يعني انت بتنضفي بيه بس بيسيب اثر وبيبهدل الحاجة. وبلاش مية وصابون بقى في الغسالات والتلاجات والبوتاجازات والحاجات دي كتير، علشان الاجهزة بقت غالية. نحافظ على الاجهزه بتاعتنا عشان ربنا يبارك لنا فيها. خلصت كده التلاجة ونشفتها ورجعت الارفف ورجعت كل حاجه مكانها، وحطيت طقم مفارش كده جديد لان اللي كان موجود بصراحه كان بقاله كتير، فقلت اغيره كده معاكم. وبعد كده رصيت كل حاجه كده مع نفسي. وبعد كده هنا جيت بقى على الرخامه الكبيره خالص اللي هي جنب التلاجة، غسلتها كده ونضفتها. بصراحه كانت مليانه اتربه وصعبه جدا، فنضفتها كويس واديتها تلميعة كده علشان بس احس ان المكان بقى من حواليا نظيف وكل حاجة بتلمع. ورجعت كل حاجة مكانها متلمعة ونظيفة وزي الفل. ليه يا بنات انا بقول لكم من شوية بلاش نغسل التلاجة والمايكرويف والديب فريزر بمية وصابون والكلام ده. يعني اكيد انتوا سامعين ان الاجهزة بقى سعرها اوفر قوي، فاللي عنده جهاز يحافظ عليه. حافظي عليه بانك تهتمي بيه، وكل شوية ايدك في الحاجة هتبقى نظيفة، وفي نفس الوقت مش هتتهالك ولا هتستهلك منك، وفي نفس الوقت هتحافظي على حاجتك ومش هتضطري تشتري جديد. خلصت هنا كده، والديسبنسر بتاع الكورن فليكس والشوفان كانوا فاضيين، مليتهم زي ما انتوا شايفين معايا كده. وبرجع كل حاجة زي ما انتوا شايفين نظيفة وزي الفل. بصوا الاتربه رهيبه، ان الشباك كان مفتوح وزي ما قلت لكم الجو الفتره اللي فاتت كان فيه تراب، فنضفنا كده. وبصوا هنخلي كل حاجه زي الفل دلوقتي. لو كنتوا وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك كبير للفيديو عشان تشجعوني وتحمسوني ان انا الفتره اللي جايه انزل لكم فيديوهات حلوه ان شاء الله تفيدكم وتتحمسوا بيها. انا كنت كل ما بخلص جزء والاقيه ان الجزء ده نضف وبقى بيلمع والحاجه فيه تمام، اتحمس واتشجع اكتر ان انا انضف الجزء التاني.
وطبعا انا يعني باخد جزء جزء، والشغل ده انا ما عملتوش دايركت يا بنات ورا بعضه خالص. انا كنت بعمل حاجة وارجع اشوف حاجات تاني، اعمل حاجة تاني، اقعد ارتاح شوية وارجع اكمل، يعني على اساس ان انا ما اجهدش نفسي في المطبخ وافضل واقفة فترة طويلة، بعد كده احس ان انا الدنيا اتكركبت حواليا تاني ومش عارفة اعمل حاجة. فواحدة واحدة على نفسكم، وكل حاجة ان شاء الله هتتعمل. واحنا مش بنبطل تنظيف بصراحة، يعني حتى لو نظفنا بنرجع ننظف تاني ونغسل ونمسح، فشغل البيت مش بيخلص. فهونوا على نفسكم، اللي قادرة تعمليه النهاردة اعمليه، اللي مش قادرة تعمليه اجليه لبكرة، مفيش مشكلة خالص. خلصت كمان الرخامة دي، كل الرخامات نظفتها جدا، بصوا بقت بتلمع ازاي. ارجع بقى اي حاجة مطرحها تكون نظيفة زي ما انتوا شايفين. كل حاجة ابتدت تظهر كده والأتربة تتشال من عليها. وارجع بقى هنا على الديب فريزر نضفته. الحمد لله يا بنات على نعمة الصحة، والحمد لله ان احنا قادرين حتى لو حصل لنا حاجة بنرجع نقف على رجلينا ونكمل وما بنحتاجش لحد. حاولي على قد ما تقدري ان انتي تعتمدي على نفسك وتجاهدي التعب اللي انتي فيه، يعني ما تستسلميش لأي تعب يجيلك. حاولي كده تفوقي وتشوفي حال بيتك وتشوفي حال نفسك وأولادك، وان شاء الله ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. عايزاكم يا بنات تدعوا لكل اي حد سواء نعرفه او ما نعرفوش، لو تعبانين ربنا يخفف عنهم ويزيح عنهم الالم يا رب. وطبعا ما تنسوش موتانا وموتى المسلمين اجمعين، ربنا يرحمهم يا رب ويسكنهم فسيح جناته. ربنا يسقيهم من ايد الحبيب المصطفى شربة ماء لا يظمأ بعدها ابدا. دعوة حلوة منكم يا بنات لبابايا واخويا وجدي والبابا نسرين ولكل موتانا وموتى المسلمين اجمعين. هنا كده جيت برضو عند الرخامة دي. الرخامة دي بقى اللي في وش البوتاجاز، كنت كل ما نضفها يطلع منها ازاز بجد، يعني الازاز فضل فترة انضف، كل ما انضف يطلع ازاز تاني. فالموضوع كان صعب جدا يا بنات، وخدوا بالكم كويس قوي وانتوا بتفتحوا البوتاجازات، وخاصة في الجو ده الحر اصلا بيعمل سخونية في المطبخ. فطبعا المطبخ بيكون فيه اجهزة، فالمكان بيفضل دايما سخن حتى لو انتي مش مشغلة الفرن او البوتاجاز. وطبعا احنا عارفين ان الازاز اوقات بيجي عليه وقت وبيحصل له زي سرطانة كده وبيفرقع وبينفجر لوحده، فربنا يعافينا ويحفظنا جميعا يا رب. فواجب الحذر بس ان انتوا تاخدوا بالكم على قد ما تقدروا. ولحد هنا الفيديو بتاعنا خلص، وقبل ما انهي الفيديو معاكم بحب اشكركم من كل قلبي. شكرا على كل كومنت حلو ايجابي بتكتبوه، شكرا على كل كلمة بتديني دافع ان انا استمر واكمل. شكرا من كل قلبي يا بنات، تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. باي.